إيطاليا اللي أنت متخيل إنك عارفها ملهاش أي علاقة بإيطاليا اللي هقولك عليها بعد شوية. أول ما بتسمع اسم إيطاليا يمكن أول حاجة هتيجي على بالك هتكون روما، فينيسيا، ميلانو. ولو سافرت قبل كده ولفيت فيها شوية ممكن تقول لأ، أمالفي كوست، تشينكو تيري أو فلورنسا. بس الحقيقة إيطاليا أكبر وأحلى من كده بكتير، مليانة أماكن مش هتلاقيها في كتالوجات السياحة التقليدية، جواهر مستخبية، مدن وقرى يمكن عمرك ما سمعت عنها، وأماكن خيالية كأنها طالعة من قصص أسطورية. قرية بيوتها عاملة زي أكواخ الجن، دولة كاملة مبنية فوق حافة جبل، مدينة ناطحات سحاب من القرون الوسطى، وبلد أهلها عايشين في كهوف من 8000 سنة. أنا ابن يحيى، رحالة مصري بلف في العالم، زرت أكتر من 50 دولة لحد دلوقتي، وعندي حكايات كتير محدش حكاها قبل كده. في إيطاليا قعدت شهور بلفها حتة حتة وحارة حارة، والنهاردة هاخدك معايا في جولة عشان أفرجك على أجمل 10 جواهر مخفية في إيطاليا، أسرار محدش هيقولك عليها. تابع الفيديو للآخر عشان أنا متأكد إنك لو كنت زهقت من إيطاليا اللي كلنا عارفينها هترجع تعشقها زي كده من جديد. رقم 10، كالياري. كالياري عاصمة سردينيا، مدينة مبنية على 7 تلال زي روما بس بروح مختلفة تماما. عدى عليها حضارات كتيرة، من أول الفينيقيين للرومان للبيزنيين للأسبان. أجمل طريقة تشوف بيها كالياري أول مرة من البحر. المدينة هتبان قدامك مرسومة فوق الهضبة، مباني ملونة، قبب بتلمع، وبيوت مرصوصة كأنها لوحة من عصر النهضة. في قلب المدينة هتلاقي الكاستيلو، حي القلعة التاريخي، حواري ضيقة وبيوت قديمة، وفي وسطيه كاتدرائية سانتا ماريا دي كاستيلو اللي من جوه مليانة جداريات وزخارف مذهلة. ومن فوق أسوار سوكاستودو هتشوف بانوراما كاملة للبلد والبحر والجبال. من المزارات اللي ما ينفعش تفوتها في كالياري توري ديليفانتي، برج بيزاني من فترة جمهورية بيزا، اتعمل سنة 1307 واسمه جاي من تمثال الفيل اللي عند المدخل. هو برج عادي لكن تاريخه هو اللي كان دموي. بوابته دي كان بيتعلق عليها رؤوس المعارضين بعد الغزو الأسباني، وواحدة من الرؤوس دي فضلت متعلقة 17 سنة كاملة. وفي كمان باستيوني دي سان ريمي، تراث بانورامي ضخم بيتحول بالليل لساحة مليانة حياة ومطاعم وقهاوي. واحدة من أغرب الحكايات في كالياري مرتبطة بكنيسة قبطية صغيرة اسمها بوناريا. سنة 1370 سفينة أسبانية تعرضت لعاصفة شديدة في البحر المتوسط. البحارة قرروا يرموا جزء من الحمولة عشان السفينة ما تغرقش، منهم صندوق خشب كبير طفى لحد شواطئ كالياري وتحديدا عند تلة بوناريا اللي معناها الهوى النقي. لما فتحوه لقوا جواه تمثال للسيدة مريم شايلة المسيح، كان ناشف تماما رغم العاصفة. من يومها التمثال بقى رمز مقدس وبقى مزار للبحارة من كل مكان بيجوله مخصوص عشان يحميهم من البحر. كالياري عندها واحد من أغنى المتاحف في إيطاليا اللي هو المتحف الأثري الوطني. جواه هتشوف تماثيل مونتي براما، تماثيل حجرية عملاقة من القرن الثامن قبل الميلاد، ودي تعتبر أقدم تماثيل بالحجم البشري في منطقة غرب البحر المتوسط. المتحف كمان فيه آلاف القطع البرونزية الصغيرة الخاصة بحضارة النوراجي، ودي حضارة غامضة وفريدة من العصر البرونزي مش هتلاقيها غير في سردينيا وبس. كالياري مش بس تاريخ، عندك شاطئ بويتو 7 كيلو متر من الرملة البيضاء والمية الصافية. بس طبعا لما الكلام يكون على سردينيا فشواطئها كلها مش محتاجة وصف. لو قدرت تلف في الجزيرة شوية فلازم تروح الشواطئ الفيروزية في كوستا سميرالدا، دي تعتبر من أجمل شواطئ العالم كله. أما لو عايز تستكشف أماكن قريبة من كالياري اطلع نورا، مدينة رومانية قديمة على بعد 40 دقيقة بالعربية، فيها مسرح روماني وأرضيات موزاييك. وروح كمان باروميني حوالي 50 كيلو متر من كالياري، وده موقع ضخم لحضارة النوراجي ومتصنف موقع تراث يونسكو. وطبعا قرية بوسا، ودي تعتبر من أجمل القرى في إيطاليا كلها، بس هي بعيدة شوية حوالي ساعتين بالعربية. كالياري كمان معروفة بمطبخها البسيط اللي بيعتمد على السمك الطازة والمكرونة المحلية. جرب كولورجيونس، حاجة كده عاملة زي الرافيولي بس محشي بطاطس وجبنة ونعناع. وفي الجولا كون أرسيلي، وده نوع مكرونة صغيرة شبه الكسكسي مطبوخة مع محار البحر. كالياري جوهرة سردينيا الحقيقية، مدينة ممتعة هتخليك تعيش تجربة إيطالية كاملة، صغيرة لكن هتلاقي فيها كل حاجة، تاريخ، أساطير، طبيعة، ومطبخ مميز، وفوق ده كله البحر والشواطئ الفيروزية. رقم 9، ترينتو. ترينتو مدينة صغيرة في شمال شرق إيطاليا وسط جبال الألب، هادية
وهتحس فيها بسكينة عجيبة أول ما تدخلها وتشوف الجبال حضناها من كل حتة. بيوتها مدهونة بألوان فاتحة، وواجهتها مرسومة جداريات قديمة. في قلب ترينتو هتلاقي الساحة الكبيرة بياتسا ديل دومو، وسطها فونتانا ديل نيبتونو أو نافورة نبتون، التمثال اللي أهل البلد كانوا رافضينه عشان عريان، بس النهاردة بقى رمز من رموز المدينة. وكمان كاتدرائية سان فيليو، كاتدرائية ضخمة من العصور الوسطى متزينة بواجهة رومانسكية، وتحتها كريبتا من القرن السادس. والكريبتا هو القبو أو السرداب، وساعات بتكون كنيسة كاملة تحت الأرض. مدينة ترينتو مشهورة بأنها شهدت واحد من أهم الفصول الدينية في تاريخ أوروبا، مجمع ترينت. اجتماعات على مدار 18 سنة من 1545 لحد 1563 اتعملت في كنيسة سانتا ماريا ماجوري، غيرت مسار الكنيسة الكاثوليكية قدام ثورة الإصلاح البروتستانتية. لفة صغيرة في ترينتو هتوصلك لقلعة كاستيلو ديل بونكونسيليو، دي أكبر قلعة في إقليم ترنتينو اللي هو عاصمته ترينتو. القلعة اتبنت في القرن 13 وكانت مقر الأساقفة الأمراء لقرون طويلة. وانت في القلعة ادخل توري أكيلا اللي معناها برج النسر، جواه جداريات دورة الشهور أو تشيكلو دي ميسي، ودي عبارة عن لوحات بتصور حياة الناس في القرون الوسطى شهر بشهر، زراعة، صيد، أزياء، كأنك بتتفرج على انستجرام بس في القرن ال15. تحت ترينتو في مدينة رومانية كاملة عمرها أكتر من 2000 سنة اسمها تريدنتوم، تقدر تنزل لها من بياتسا تشيزري باتيستي. هتشوف فيها شوارع حجرية وجدران مباني وأرضيات موزاييك من القرن الأول قبل الميلاد. ترينتو لحد سنة 1919 كانت جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية، عشان كده هتلاقي فيها الروح الألماني والنمساوي والإيطالي مع بعض في المعمار، في النظام، وحتى في الأكل. جرب أكلة اسمها كانيديرلي، دي زلابية أو دامبلينج يعني، المهم إنها معمولة من عيش قديم وجبنة وأعشاب. جرب كمان سترانجولا بريتي، نفس الزلابية تقريبا بس بالسبانخ. ترينتو طبعا تعتبر بعيدة شوية عن المدن الإيطالية المشهورة، بس لو عرفت توصل لها تقدر منها تروح بسهولة لريفا ديل جاردا اللي في شمال بحيرة جاردا، حوالي 40 كيلو بس. وممكن تطلع كمان على بولتسانو، بلد جميلة وسط جبال القلب والقرى اللي حواليها ساحرة، مشوار حوالي 55 كيلو متر شمال ترينتو. لكن لو كملت جوه شوية هتبقى في قلب واحدة من أجمل المناطق الجبلية في أوروبا ويمكن في العالم كله، جبال دولومايتس. فيها تقدر تاخد لفة حلوة في وديان فاسا وفامي وتشوف الغروب ورا القمم الساحرة بتاعتها، وكمان تقدر تاخد مركب في بحيرة بريس الخيالية اللي عاملة زي خلفيات الديسكتوب على الكمبيوتر. أنا قعدت أسبوعين كاملين في الدولومايتس بلفها شبر شبر، طبعا هحكي لكم عنها بالتفصيل بس في فيديوهات تانية. باختصار ترينتو مش هتلاقيها في كتالوجات السياحة التقليدية لإيطاليا، لكنها جوهرة حقيقية وبجد مخفية، مكان يخليك تحس إنك اكتشفت إيطاليا بس من زاوية جديدة. وأحلى حاجة فيها إنها هادية ورايقة. رقم 8 كامولي. كامولي قرية في ليجوريا على الريفيرا الإيطالية، لكن بمجرد ما تزورها هتحس إنك اكتشفت واحد من أسرار إيطاليا اللي محدش بيقول لنا عليها. كامولي مش زحمة زي تشينكويتيري ولا فخمة زي بورتوفينو، بالعكس هي هادية ومريحة وبسيطة ولسه محافظة على روح قرية صيادين قديمة. أجمل حاجة تعملها في كامولي إنك تروح تقعد على البحر، تشم الهواء المنعش وتتأمل ألوان البيوت المرصوصة جنب بعض ومطلية بدرجات ألوان المشمش والعنبر والقرفة زي ما أهالي البلد بيسموها. وما تنساش كمان تستمتع بأجمل مناظر للغروب وانت بتراقب الصيادين وهم راجعين من البحر. بس قبل ما تروح ابقى عدي على بانيتيريا، أصل البلد مليانة مخابز صغيرة كتير قوي، بيعملوا حاجة اسمها فوكاتشا ديريكو، عبارة عن عيش رقيق محشي جبنة سايحة، طعمه رهيب. بيتعمل في كامولي بوصفة ما اتغيرتش من القرن ال12 ومعترف بيها في إيطاليا كأكلة تراثية. يفضل تجيبها من مخبز اسمه رافيلو ومعاه شوت قهوة إسبريسو. كامولي كمان فيها معالم تاريخية مهمة زي كاستيلو ديل دراجونارا أو قلعة التنين، دي قلعة من القرن ال12 مبنية على جرف عالي فوق البحر، منها تقدر تشوف أجمل بانوراما للقرية وللمياه الزرقاء. القلعة دي كانت ملجأ ضد القراصنة في العصور الوسطى. في أسطورة محلية بتحكي إن سمكة كبيرة أنقذت القرية من هجوم قراصنة، عشان كده قرروا يعملوا القلعة دي في فترة ما حوض سمك ضخم. هي أسطورة طبعا بس مش منطقية. لو عايز مغامرة تقدر تركب قارب صغير لحد بونتا كيابا، ولو كملت أكتر
هتوصل لدير سان فروتوسو، دير معزول بين البحر والجبل في خليج صغير، مفيش طريق ليه غير بالقارب أو بالمشي. ولو بتعرف تغطس انزل البحر قصاد الدير، هتلاقي تحت على عمق 17 متر تمثال برونزي كبير للمسيح اسمه كريستو دي لابيشي. كامولي كانت ملقبة زمان بأنها مدينة الألف شراع أبيض. في القرن ال19 كان عندهم أسطول صيد ضخم، وعشان يكرموا تاريخهم البحري بقى عندهم واحد من أشهر الاحتفاليات في إيطاليا، ساجرا ديل بيشي أو مهرجان السمك. وده احتفال من سنة 1952 بيتم كل تاني حد من شهر مايو كل سنة، بيشارك فيه أهل القرية وأي حد بيزورها أو سايح أو معدي يومها. في اليوم ده بيجيبوا قلاية عملاقة قطرها أكتر من 4 متر، بيقلوا فيها أكتر من 3 طن من السمك الطازة اللي اصطادوه من شطوط القرية، وبعدها يوزعوه مجانا على الناس في جو احتفالي كله موسيقى ورقص. كامولي جوهرة حقيقية لأنها بتديك تجربة الريفيرا الإيطالية على أصولها، حياة بسيطة، ألوان زاهية، بحر واسع، وتاريخ محفور في الصخر، وكل ده بعيد عن الزحمة والدوشة، وطبعا بعيد عن صرف فلوس كتير. عشان كده أنا بسمي كامولي شينكوتير الغلابة. رقم 7، أورفييتو. أول مرة هتشوف أورفييتو من بعيد هتخطف عينك فورا. مدينة كاملة فوق تلة بركانية ضخمة، أسوار، جدران حجرية، أبراج، وكاتدرائية بتلمع مع ضوء الشمس، كأنه مشهد سينمائي. وده يخليك تسأل نفسك ازاي المكان ده مش موجود على قوائم السياحة في إيطاليا. أورفييتو موجودة في قلب مقاطعة أومبريا في وسط إيطاليا، مشوار أقل من 2 ساعة من روما، وبتعتبر من أهم الأماكن اللي عاش فيها الإتروسكن اللي هم أجداد الرومان. ده غير إن كان ليها حضور قوي في التاريخ السياسي والديني في إيطاليا، لأنها كانت مقر كرسي البابا لفترات كتيرة في القرون الوسطى، خصوصا أوقات الحروب والاضطرابات في روما، لدرجة إنها اتسمت الفاتيكان الثانية. عشان كده أشهر حاجة فيها طبعا هي الكاتدرائية العجيبة دومو دي أورفييتو، تحفة حقيقية من الطراز القوطي، وبتعتبر من أجمل الكنائس في إيطاليا. واجهتها مش طبيعية، متزخرفة بذهب حقيقي وموزاييك ورخام ملون وتماثيل برونز، تفاصيلها رهيبة ومذهلة. ومن جوه حكاية تانية، خصوصا الجداريات والأسقف اللي بتعتبر أجمل أعمال لوكا سينيوريلي، واللي مايكل أنجلو قال عليها إنها ألهمته رسوماته العظيمة في شابيل سيستينا في الفاتيكان. كاتدرائية أورفييتو اتبنت في القرن ال13 بعد معجزة بولسينا، ودي واحدة من أهم الأحداث الدينية في إيطاليا الكاثوليكية. سنة 1263 في كنيسة في بلد قريبة اسمها بولسينا، كاهن أجنبي كان بيمر بمرحلة شك في عقيدته، كان بيعمل قداس وماسك فيه قطعة خبز مقدس، فجأة نزل منها دم على قماشة القربان المصنوعة من الكتان الأبيض، الدلالة طبعا إن ده دم المسيح والقماشة هي جسده. البابا أوربان الرابع واللي كان مقره وقتها في أورفييتو، أول ما عرف بالموضوع أمر بإحضار القماشة دي من بولسينا لأورفييتو، وأصدر مرسوم أعلن فيه عن عيد كوربوس كريستي اللي هو عيد جسد المسيح، وكمان أمر ببناء كاتدرائية في أورفييتو عشان يتحفظ فيها القماشة المقدسة، لكنه ملحقش، مات السنة اللي بعديها. عشان يجي خليفته البابا نيكولاس الرابع يحقق حلمه، بنى الكاتدرائية بدأ سنة 1291، يعني بعد 27 سنة من معجزة بولسينا. فضلوا أكتر من 300 سنة يبنوا ويزينوا فيها عشان سنة 1591 تخلص وتكون التحفة الفنية المعمارية دي. لكن أورفييتو مش بس فوق الأرض، تحت المدينة في عالم تاني خالص، شبكة أنفاق وكهوف وغرف سرية محفورة من أيام الإتروسكان، ولما جه الرومان كانوا بيستخدموها لتخزين المية والزيت، وفي العصور الوسطى بقت بتستخدم كمخابئ وملاجئ وقت الحروب. جولة تحت الأرض هنا عاملة زي رحلة في تاريخ مدفون، خصوصا لو نزلت بير سان باتريسيو. بير عمقه 62 متر، معمول بتصميم عبقري لسلمين حلزونيين واصلين لحد عمق الأرض وما بيتقابلوش، واحد للنزول والتاني للطلوع. اتعمل بأوامر من البابا كليمنت السابع في القرن ال16 عشان يضمن وصول المية لو روما تعرضت لحصار، والمهندسين وقتها صمموه بالطريقة دي عشان الحمير اللي كانت بتنقل المية يطلعوا وينزلوا من غير ما يسدوا الطريق على بعض. من الحاجات الجميلة في أورفييتو هو التمشية في شوارعها وحواريها المرصوفة بالحجر، هتحس إن الزمن واقف. محلات صغيرة بتبيع سيراميك ملون وزيت زيتون، ومطاعم بتقدم حمام محشي بس طريقته مختلفة شوية عن مصر. كمان تلاقي أورفييتو مشهورة إنها بتطلع أجود أنواع فطر الترافل اللي هو في الإيطالي تارتوفو، وده شيء لازم تجربه مع أي مكرونة تحبها، خصوصا لو أنت في أورفييتو. أورفييتو جوهرة ساحرة ومخفية، وكمان بتديك مدينتين مع بعض، واحدة فوق الأرض جميلة ومنورة وفيها فن ومعمار مهيب، والتانية تحت الأرض غامضة ومظلمة ومليانة أسرار.
رقم 6. تاورمينا. تاورمينا مدينة صغيرة على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية. البلد طول تاريخها كانت محطة مهمة، عدى عليها الإغريق والرومان والنورمان والألمان والفرنسويين والأسبان، وفي وسطهم طبعا العرب. حكموها فوق 200 سنة، وعملوا فيها طفرة زراعية وعمرانية وثقافية لسه موجودة لحد دلوقتي. أول ما تطلع تاورمينا هتحس إنك في بانوراما مفتوحة. المدينة القديمة متحصنة بأسوار وبوابات من العصور الوسطى، شوارعها مرصوفة بالحجر، حواريها تاريخية، ساحاتها واسعة، وكنايسها قوطية وباروكية. بيقطعها كورسو أمبرتو، شارع حيوي كله محلات ومطاعم وقهاوي، وفي آخره بياتزا 9 إبريل، ساحة عبارة عن تراس ضخم مفتوح على البحر، مليان أجواء مبهجة وغنى ومزيكا ورقص. أشهر معلم في تاورمينا هو المسرح القديم، مسرح يوناني روماني مفتوح، اتبنى في القرن الثالث قبل الميلاد. مدرجاته الحجرية دي نفسها زمان كانت مكان الناس بتشوف فيه عروض الجلاديتورز، ولحد النهارده لسه بيتعمل فيه مهرجانات وحفلات وعروض أوبرا. المشهد من جواه استثنائي، البحر الأيوني تحت وبركان إتنا في الخلفية. جنب المسرح بشوية ممكن تاخد كيبل كار للشط، أو تنزل على رجلك لحد إيزولا بيلا، ودي جزيرة صغيرة متصلة بالشط بشريط رملي ضيق. لو الجزر قليل تقدر تمشي برجلك وسط المية لحد ما توصل للجزيرة نفسها. من الحاجات اللي بتميز تاورمينا هي تيستا دي مورو، رؤوس المور أو الموريسكيين، ودي كانت الأسماء اللي بيتنادى بيها العرب اللي جايين من شمال أفريقيا. أطباق وزهريات وآثار زرع ملونة على شكل راس راجل أو ست، وغالبا بتكون مزروعة نباتات أو صبار. أصلها جاي من أسطورة عربية صقلية من العصور الوسطى. كان في بنت صقلية وقعت في حب شاب موريسكي، ولما عرف إنه هيسيبها ويرجع لبلده قتلته وقطعت راسه، وحولته لقصيص زرع عشان يفضل عندها طول الوقت. من يومها الحكاية بقت رمز للغيرة والحب المأساوي، وتحولت لفن صقلي أيقوني. في تاورمينا هتلاقي الوشوش دي في كل حتة، في الأسواق والشوارع والحواري والمحلات والبيوت والبلكونات. لو بتحب المغامرة، في رحلات يومية بتطلع لحد بركان إتنا، ده أكبر بركان في أوروبا وواحد من أنشط البراكين في العالم. طول الوقت بيطلع دخان، وممكن حممه تنفجر في أي وقت. عادة بتحصل مرة أو مرتين كل سنة، بس الناس متعودة على كده عادي. أفضل طريقة لما توصل إنك تطلع بكيبل كار، ومنها تاخد أتوبيس زي ده هيوديك لأقرب حتة عند حدود القمم، أو تعمل هايكنج في أي مسار من دول مع نفسك أو مع مجموعة. صدقني تجربة مبهرة وطبعا مرعبة في نفس الوقت، بس تستحق تعيشها مرة واحدة في حياتك. لو مالكش في المغامرة ممكن تروح كاستلمولا فوق تاورمينا بالظبط، قرية صغيرة لكنها جميلة ورايقة وهادية. وفي كمان أخدود قريب اسمه الكانتارا، عبارة عن شقوق طبيعية ضخمة في صخور بازلتية بتوصل لارتفاعها 50 متر، اتكونت من تدفقات بركانية قديمة. يفضل تروحوا في الصيف عشان تعرف تنزل المية الباردة وتعمل بادي ريفتنج. بعد اللف ده كله لو جعت فالأكل في صقلية هو أسهل حاجة، خصوصا السي فود والكاليماري فريتي المشهور بتاعهم. لكن طالما انت في تاورمينا بالذات يبقى لازم تجرب الطبق الشعبي بتاعهم، باستا كل ساردي، المكرونة بالسردين الطازة، حاجة جامدة جدا وطعمها عظيم. بتتعمل بالزعفران والشمر والصنوبر والزبيب، وفوقيهم رشة بقسماط. جرب كمان كابوناتا، ودي تكاد تكون المسقعة المصرية، بس هي سويت اند ساور شوية. ولو عايز تحلي يبقى لازم تروح بان بار، ملك الجرانيتا في تاورمينا. أصلا القعدة عليه هي تجربة مبهجة في حد ذاتها. عنده أطعام كتيرة، بس أحلاهم بالنسبة لي الجرانيتا بالليمون مع العيش البريوش. وطبعا كانولي، الحلويات الأيقونية بالجبنة الريكوتا، واللي ما ينفعش حد يروح صقلية وما يدوقهاش. تاورمينا مدينة صغيرة فعلا، لكنها بدأت تتعرف لما بقت مقصد لكتاب وفلاسفة كبار زي جوتا وأوسكار وايلد وبرتراند راسل، واشتهرت أكتر مؤخرا لما تصور فيها الجزء الثاني من تمثيلية وايت لوتس. بس لسه كتير بيروحوا إيطاليا ما يعرفوهاش. عشان كده تاورمينا هتفضل جوهرة جميلة، ويكفيها إن روحها وحلاوتها هتخليك تحس إنك واقف في مسرح مفتوح على العالم كله. رقم 5. البيروبيلو. البيروبيلو مش شبه أي بلد تانية في إيطاليا، ويمكن في العالم كله. موجودة في مقاطعة بوليا جنوب إيطاليا، اللي هي على الخريطة كعب الجزمة. البيروبيلو قصتها في بيوتها الغريبة، بيوت حجرية بيضة بأسقف مخروطية اسمها ترولي، مرصوصة ورا بعض وجنب بعض، غابة من المثلثات العجيبة، شكلها عامل زي بيوت الأقزام أو أكواخ الجن. الغريب بقى إن قصة البيوت دي أصلا كانت حركة صايعة للتهرب من الضرائب. حسب المصادر التاريخية، منطقة بوليا في القرن ال16 ومن بينها طبعا البروبيلو كانت جزء من مملكة نابولي اللي كانت تحت الحكم الأسباني، وكانت الأراضي مملوكة لنبلاء إيطاليين من عيلة اسمها أكوافيفا دي أراجونا.
بموجب النظام الإقطاعي كان المفروض النبلاء دول يدفعوا ضرائب للأسبان عن كل مستوطنة دايما بتتعمل جوه أملاكهم، وعشان يتهربوا منها عملوا حركة ذكية، خلوا الفلاحين يبنوا بيوتهم من حجارة جافة مرصوصة بدون مونة عشان تبان كأنها مباني مؤقتة. قدروا لمدة 200 سنة يتفادوا تسجيل القرية كمستوطنة رسمية، وطبعا ما دفعوش ضرائب عليها، لحد ما الملك فرديناند الرابع سنة 1797 ادى البروبيلو صفة مدينة حقيقية. لكن الحكايات الشعبية هنا بتقول قصة تانية، إن أهل البلد والفلاحين هم نفسهم اللي فكروا في كده، خصوصا فكرة السقف المخروطي عشان يعرفوا يفكوه ويرفعوه بسهولة قبل ما مفتش الضرايب يجي، وبعد ما يمشي يركبوه تاني. البروبيلو مقسومة لمنطقتين، ريوني مونتي اللي فيها أكتر من 1000 بيت ترولي، ودي المنطقة السياحية اللي معظم بيوتها دلوقتي بقت متاحف ومحلات صغيرة ومطاعم. أما المنطقة التانية آيا بيكولا فدي تعتبر قلب القرية الأصلي، ولحد النهاردة الناس عايشة في بيوت الترولي فيها عادي. وانت هناك تقدر تزور ترولو سوفرانو، ده البيت الوحيد في البلد اللي اتعمل من دورين، والنهاردة هو متحف بيشرح حياة أهل القرية زمان. لو دققت فوق الأسقف المخروطية للترولي هتلاحظ كتير منها مرسومة عليها رموز باللون الأبيض، رموز دينية ووثنية أو حتى فلكية. الرموز دي أصلية مش جديدة، بس محدش متأكد جت إزاي، ويقال إنها كانت بتتعمل عشان تحمي من الحسد وتجيب الحظ. البروبيلو فضلت وقت كتير محدش يسمع عنها حاجة، لكنها من ساعة ما بقت موقع يونسكو للتراث العالمي سنة 1996 بدأت واحدة واحدة تتحول من قرية هادية لوجهة سياحية بامتياز، ودلوقتي بقت من أشهر القرى في العالم. ورغم جمالها وغرابتها في نفس الوقت، بس الحقيقة غير الصور اللي ممكن تكون شفتها على انستجرام. أنا رحتها مرة في أغسطس في عز الصيف، كانت زحمة رهيبة وكرهت نفسي ساعتها، لكني رحتها تاني في يوم في وسط الأسبوع في عز الشتاء في شهر يناير، وكانت شبه فاضية تماما، كان الجو برضو شمس ودافي. لو قررت تبات هناك لازم تجرب تبيت في بيت ترولي حقيقي، تجربة ما تتنسيش، من بره بيت حجري قديم ومن جوه اوتيل 5 ستارز مجهز بكل وسائل الراحة. ولو جعت فلازم تجرب مطبخ مقاطعة بوليا المميز. عندك مكرونة اوريكيتي اللي الستات بيعملوها بايديهم في حواري مدينة باري وشكلها عامل زي الودان، وطبعا الجبنة البراتا الأصلية اللي اخترعوها في بوليا، والترالي المقرمش اللي شبه القراقيش بتاعتنا. أما لو خلصتها بدري تقدر تروح في نفس اليوم لكروتوندو القرية الدائرية العجيبة، ومارتينا فرانكا القرية الباروكية الرايقة، وطبعا عندك كمان باري ومونوبولي وبولينيانو أماري والمدينة البيضاء أوستوني وغيرهم كتير في مقاطعة بوليا الجميلة. بصراحة البروبيلو جوهرة، لأنها بتديك تجربة ما بتتكررش في أي مكان في العالم. بلد كاملة عجيبة كأنها طالعة من كتب حواديت الأطفال. هي أي نعم بسيطة بس مبهرة، والعبرة فيها إنها اتولدت من خدعة مؤقتة وتحولت لأسطورة مستمرة. رقم 4 سان مارينو. سان مارينو مش مدينة، دي دولة حقيقية ومستقلة بس موجودة جوه إيطاليا. هي أقدم جمهورية في العالم، عمرها أكتر من 1700 سنة. اتأسست على إيد القديس مارينوس سنة 301. حسب الأسطورة مارينوس ساب موطنه في جزيرة راب الرومانية اللي هي تبع كرواتيا دلوقتي، واستقر في مدينة ريميني على الناحية التانية من البحر الأدرياتيكي عشان يشتغل بنا ويكسر حجارة. ولكنه بعد فترة هرب من الاضطهاد الديني أيام الإمبراطور الروماني دقلديانوس، واستقر فوق جبل تايتانو وبنى فوقيه دير صغير. مع الوقت اتكونت حواليه قرية صغيرة، وبعدين بقت جمهورية مستقلة. على مدار قرون حاولت ممالك وإمبراطوريات كتيرة تبلع سان مارينو، بس معرفوش، الرومان واللومبرديين والدولة البابوية. ولما نابليون بونابرت غزا إيطاليا رفضوا ينضموا له، وهو كمان احترمهم وسابهم. حتى لما إيطاليا توحدت سنة 1861 الطليان ما ضموهاش. سان مارينو دولة صغيرة لدرجة إنك ممكن تمشيها كلها في نص يوم. هي خامس أصغر دولة في العالم، مساحتها 61 كيلو متر مربع بس، يعني أصغر من القاهرة الجديدة. أول ما توصلها هتفتكر إنك دخلت سهول خضرة فاضية، لكن بمجرد ما تبدأ تطلع جبل تايتانو الموضوع هيختلف تماما. فوق الجبل العاصمة اللي اسمها سان مارينو، برضو مدينة قديمة مزنوقة في شريط ضيق فوق حافة الجبل، مليانة قلاع وأبراج مراقبة، شوارع حجرية وساحات تاريخية، بيوت من العصور الوسطى، وأسوار أسطورية. كأنك دخلت لعبة أساسينز كريد أو معدي على لوكيشن تصوير جيم اوف ثرونز. المدينة القديمة مدرجة كموقع يونسكو للتراث العالمي من سنة 2008، وأفضل طريقة توصل لها هي إنك تطلعها بالتلفريك من تحت الجبل لفوق
في دقيقتين بس. أشهر حاجة فيها هي القلاع الثلاثة اللي فوق الثلاث قمم بتوع جبل تايتانو، جوايتا وتشيستا ومونتالي، مربوطين ببعض بممرات هايكنج على حافة الجبل. وده أمتع جزء في زيارة البلد، بتمشي فوق السحاب حرفيا وبتشوف فيوهات وهمية، البحر الأدرياتيكي كله وسواحل مدينة ريميني من ناحية وجبال الأبينين من الناحية التانية. ساحة الحرية تعتبر هي قلب المدينة، فيها بلاتسو بوبليكو قصر الحكومة، مبنى قوطي جميل بيترفع عليه علم الجمهورية كل يوم، وفوقيه برج الساعة، وقصادهم تمثال الحرية بتاع سان مارينو. تقدر تدخل جوه المبنى تتفرج وتتصور براحتك، بس بشرط ما يكونش فيه اجتماعات حكومية أو جلسات برلمانية. وفي كمان ساحة بياتسالي دوموس بيبلس، فيها البازيليكا الرئيسية في البلد واللي جواها ضريح القديس مارينوس نفسه. من أكتر الحاجات اللي لاحظتها في البلد هي إنها مليانة كمية مش طبيعية من المحلات والأكشاك الصغيرة، بتبيع تذكارات وهدايا غريبة زي الأسلحة والسيوف ومنتجات جلدية وأنتيكات من العصور الوسطى. لكن سان مارينو مشهورة أكتر بعملاتها وطوابعها، وعندهم متحف مخصوص للطوابع والعملات هيعجب جدا الناس اللي هاوية جمعهم. ولو عايز تشتري هتلاقيهم بيتباعوا في مكاتب السياحة، وانت هناك بالمرة ممكن تطلب يحطوا على باسبورك ختم دخول أقدم دولة في العالم. الأكل في سان مارينو هو نفسه الإيطالي، والمطاعم والكافيهات مميزة جدا، قديمة وراقية، تحسها ما اتغيرتش من 1000 سنة. عندهم أكلة وطنية واحدة هي التورتا تريمونتي، ودي كيكة معمولة من 3 طبقات من الويفر والشوكولاتة كرمز للقلاع الثلاثة. لو الجو قلب فجأة، وده عادي جدا، فالبلد مليانة متاحف عجيبة، أحلاهم بالنسبة لي هو متحف الغرائب، مكان عامل زي مخزن للحاجات الغريبة والاختراعات الفاشلة وصور وقصص عجيبة. وفي متحف تاني بس لو قلبك جامد هو متحف التعذيب، جواه نسخ أصلية وطبق الأصل من أدوات التعذيب اللي كانت بتستخدم في العصور الوسطى، زي الكراسي المسننة والأقنعة المعدنية ومقصات الصوابع وغيرهم كتير. سان مارينو رغم إنها دولة حقيقية بس لسه جوهرة مخفية، بتقدم لك تجربة حقيقية في الرجوع للعصور الوسطى. يمكن هي من أكتر الأماكن اللي أنا زرتها في أوروبا وحسيت فيها فعلا إن الزمن رجع ووقف. بلد صغيرة فعلا في حجمها، لكنها كبيرة في تاريخها وروحها. قبل ما نوصل للمراكز الثلاثة الأولى، وطالما أنت كملت لحد هنا في الفيديو، فأنا بحب أشكرك جدا. لو الفيديو فعلا عجبك وحابب تشوف زيه أكتر، اعمل لي لايك وسبسكرايب على يوتيوب، وتابعني كمان على فيسبوك وإنستجرام. صدقني ده هيشجعني جدا وهيخليني أحس فعلا إني بقدم محتوى مفيد. رقم 3، سيينا. سيينا موجودة في قلب تلال توسكانا المبهجة، مدينة عظيمة قررت إنها ما تمشيش مع الزمن، لكن خليته هو اللي يلف حواليها في دايرة زي بياتسا ديل كامبو كده، الساحة التاريخية اللي معمولة على شكل صدفة مفتوحة. أرضيتها مقسومة 9 حتت، بتمثل مجلس التسعة اللي حكموا المدينة في الفترة الذهبية ما بين سنة 1287 و 1355. وفيها فونتي جايا، نافورة الفرحة أو البهجة، اتبنت سنة 1342، وكانت المية بتوصل لها مخصوص في أنابيب من على بعد 25 كيلو. والإطار الرخامي ده اتعمل سنة 1419، عبارة عن منحوتات بتصور مشاهد من سفر التكوين. الساحة متحوطة بمباني تاريخية لونها طوبي مميز مش موجود غير في سيينا، وفي وسطها قصر بالاتسو بوبليكو، اتبنى عشان يكون مقر لحكومة جمهورية سيينا في الفترة الذهبية. جواه شوية جداريات رائعة، أهمها لوحة الحكم الجيد والسيء اللي رسمها لورنزاتي سنة 1338، تعتبر أول عمل فني في التاريخ بيصور نظام الحكم المدني والعدالة الاجتماعية. رسومات بتبين إزاي الحكم العادل ممكن يخلي مدينة مزدهرة، والحكم الفاسد بيخربها ويحولها لدمار. فوق القصر توري ديل مانجا، واحد من أطول الأبراج في العالم في العصور الوسطى، طوله 102 متر، اسمه معناه برج الشره، الأكيل يعني أو الطفس. وده كان لقب أول جراس للبرج اللي شغلته يضرب الجرس، واتلقب بكده عشان ما كانش بيعمل حاجة في حياته غير إنه ياكل ويشرب. لكن اللي بيميز سيينا عن أي مكان تاني في إيطاليا هو سباق الباليو. سنة 1260 سيينا كانت جمهورية مستقلة بتتنافس مع جارتها فلورنسا، وحصلت ما بينهم معركة شهيرة اسمها مونتابيرتي. لكن قبل المعركة أهالي سيينا عملوا نذر إنهم لو كسبوا هيعملوا احتفال سنوي للسيدة مريم العذراء. وفعلا سيينا انتصرت، ومن فرحتهم عملوا الاحتفال مرتين مش مرة واحدة، في 2 يوليو وفي 16 أغسطس. كان الأول في شكل مواكب دينية، وبعدين بدأت سباقات الخيول تتعمل بره أسوار المدينة سنة 1310، وفي سنة 1656 بقت السباقات بتتعمل جوه ساحة كامبو.
وفي القرن ال 18 اتحطت قواعد جديدة للسباق، بقى بيتنافس فيه الكونترادا اللي هي أحياء المدينة. 17 كونترادا، كل واحدة ليها رمز بيميزها، ليها علامها وألوانها وكنيستها ومتحفها كمان. باليو مش سباق عادي، هو أقرب لحرب شرف وكرامة بين الأحياء، رمز للفخر والانتماء لسكان البلد، حدث استثنائي رهيب ومجنون، ويا بخت اللي يعرف يحضره. سيينا مشهورة كمان بواحدة من أجمل كاتدرائيات إيطاليا، دومو دي سيينا، تحفة قوطية بواجهة من الرخام الأبيض والأخضر والأحمر. كانت هي الأصل اللي استوحوا منه تصميم مواجهة كاتدرائية أورفيتو، هي فعلا شبهها جدا. أعمال البناء بدأت سنة 1196، وبعد 150 سنة تحديدا سنة 1339 قرروا يوسعوها عشان تكون أكبر كاتدرائية في أوروبا كلها. لكن الطاعون ضرب المدينة سنة 1348 وقضى على أكتر من تلت سكانها، فتوقف المشروع وتساب نص مبني لحد النهاردة، والجزء ده بقى اسمه فاتشاتوني. الكاتدرائية مليانة أعمال لعباقرة النهضة العظماء زي دوناتيلو ومايكل أنجلو وبيزانو. أرضيتها نفسها تحفة فنية، 60 لوحة مرسومة بالحفر في الرخام اتنفذت على مدار 200 سنة من 1369 لحد 1547. لكن حلاوة سيينا مش بس في المعالم المشهورة، أصلا التمشية فيها بلا هدف هي في حد ذاتها متعة عظيمة. توه وسط الحواري وشوف رسومات كل كونترادا على الجدران. روح كنيسة سان دومينيكو اللي محفوظ فيها راس القديسة كاترينا، ومتحف سانتا ماريا دي لاسكالا، ده كان واحد من أقدم المستشفيات في العالم من القرن التاسع. اتمشى في شارع فيا دي بانتانيتو، كله محلات ومطاعم ومخابز. جرب مكرونة بيتشي التخينة دي اللي بتتلف بالإيد، وريتشاريلي بسكوت اللوز الطري اللي سيينا مشهورة بيه، وبانفورتي ملبن سيينا المشهور من القرون الوسطى. لو هتقعد هناك كام يوم عدي على مونتريوني وروح بيانزا ومونتي بولتشيانو. انزل المياه السخنة في ينبوع سان فيليبو وتأمل جمال وسحر توسكانا عند وادي أورشيا. دي كلها مشاوير في حدود ساعة من سيينا. لكن نصيحتي طالما انت هناك ابعد ساعة زيادة كمان وروح استجم واغطس في تيرمي دي ساتورنيا، خيالي. باختصار سيينا مش جوهرة مخفية، دي جوهرة مكتملة، مدينة توسكانية عظيمة كلها أساطير وتاريخ وهوية وإيمان وفخر. كان نفسي اديها المركز الأول في قائمتي، لكن المعايير اللي أنا حاططها منعتني. كل حارة فيها عاملة زي سطر في كتاب قديم، وكل منحوتة فيها تحسها عايزة تنطق وتحكي حكاية. سيينا هي لوحة حية متجمدة في الزمن. رقم 2، ماتيرا. المدن بتتبني بالطوب بالأسمنت، لكن ماتيرا اتبنت جوه الصخر. ماتيرا مدينة موجودة في قلب مقاطعة باسيليكاتا في جنوب إيطاليا، بس هي مش شبه أي مدينة تانية في إيطاليا ولا حتى في أوروبا كلها. أول ما تشوفها من بعيد هتحس إنك قدام لوحة من زمن قبل الزمن نفسه. بيوت بيضة لازقة في بعض ومتعلقة كأنها طايرة ما بين السماء والأرض، متاهة من الشوارع والحواري الحجرية الضيقة، زقاق يطلعك فوق ومنحدر ينزلك تحت، بيوت داخلة في بيوت فوق البيوت، سلالم مربوطة في سلالم إلى ما لا نهاية، وكنايس صخرية منحوتة جوه الكهوف. ماتيرا بتعتبر من أقدم المستوطنات البشرية المستمرة في العالم، من العصر الحجري القديم لحد نص القرن العشرين، يعني بقى لها أكتر من 8000 سنة. قلبها التاريخي اسمه ساسي دي ماتيرا، وساسي بالإيطالي يعني الصخور. الساسي نفسها مقسومة 2، ساسو باريزانو ناحية الشمال وساسو كافيوزو في الجنوب، وفي وسطهم حافة صخرية عالية اسمها تشيفيتا، فوقيها الكاتدرائية الأيقونية دومو دي ماتيرا. البلد متربعة فوق وادي جرافينيا، ولكن عشان ما فيهاش نهر ثابت الناس زمان اخترعوا نظام مياه عبقري، شبكة من الصهاريج والأنفاق والقنوات بتجمع المطر وتنقيه تحت الأرض. تقدر وانت هناك تنزل لصهريج عملاق اسمه بالومبارو لونجو تحت الساحة الكبيرة، ده كان مصدر مية الشرب الرئيسية لسكان البلد زمان. أحلى فيو الماتيرا محتاج انك تروح الضفة التانية من الساسي عند بلفيديري مورجا تيموني. هتشوف منظر أسطوري المدينة خيالية كلها طبقات بيضة مرصوصة فوق بعضيها، دي ممكن تكون أحلى صورة تاخدها في حياتك. بالليل بقى ماتيرا بتبقى قصة تانية خالص، بتتحول لمشهد سحري، كل الكهوف والبيوت الحجرية بتنور بلون أصفر دافي، فتبان المدينة كأنها آلاف النجوم والجبل هو السماء. لكن الحكاية مش كلها جمال ورومانسية. في القرن العشرين ماتيرا كانت بتتوصف بأنها عار إيطاليا. الناس حرفيا كانت عايشة في كهوف، عائلات كاملة بتنام مع الحيوانات في نفس المكان،
مفيش كهرباء، مفيش مياه نظيفة، مفيش صرف صحي، مفيش غير فقر وأمراض وأطفال بتموت بالجملة من الملاريا والتيفويد. الحكومة الإيطالية قررت سنة 1952 تنقل السكان من الكهوف لمساكن جديدة، وتسابت البلد مهجورة تماما. بعدها بدأت المعجزة. في السبعينات والثمانينات بدأ المثقفين والفنانين الإيطاليين يجوا يشوفوا المكان. الصحافة والإعلام الإيطالي كمان رجعوا يكتبوا عن الأطلال المهجورة، وشوية شوية بدأ الاهتمام يزيد بالبلد وبقت في قلب دايرة الضوء. سنة 1993 اتسجلت في اليونسكو كموقع تراث عالمي، وفي 2019 ماتيرا بقت عاصمة الثقافة الأوروبية. تخيل، المدينة اللي كانت رمز للفقر والعار بقت رمز للثقافة والفخر. ولو عايز تشوف الناس كانت عايشة ازاي فعلا، روح كازا جروتا. ده بيت قديم عبارة عن كهف متساب زي مكان عشان يوري لك الناس كانت عايشة ازاي. من حظ المدينة كمان إنها كانت ديكور لأفلام عالمية. ميل جيبسون اختارها الفيلم Passion of the Christ، وتصور فيها أفلام تانية كتيرة، أشهرها فيلم جيمس بوند No Time to Die. ودي طبعا زودت شهرة ماتيرا وخلت ناس كتير ما كانوش يسمعوا عنها يبقوا عايزين يروحوها. الأكل في ماتيرا برضو قديم. عندهم مثلا عيش ماتيرا ده بيتعمل بوصفة من قرون، وكرابياتا اللي هي شوربة الفلاحين زي ما بيسموها هناك، عشان بتتعمل بالفول والعدس والحمص والقمح، ومكرونة أوريكياتي بطريقة ماتيرا بالصلصة واللحمة الضاني والجبنة البيكورينو والموتزاريلا. وانت في ماتيرا في 3 أماكن لازم تروحهم، كلها مشاوير في حدود ساعة بالعربية. كاستل ميزانو دي واحدة من أجمل القرى الجبلية في إيطاليا كلها. روتونديلا قرية بانورامية عجيبة على تلة مدورة. وكراكو، ودي قرية مهجورة تماما من الستينات، بس أطلالها زي ما هي، ودايما بيصوروا فيها أفلام عن نهاية العالم والخراب. ماتيرا هي واحدة من أجمل وأهم الجواهر المخفية في إيطاليا، ويمكن في أوروبا كمان. هي مؤخرا ما بقتش مخفية قوي، لكن لسه ناس كتير ما تعرفهاش أو يعرفوها بس بيستبعدوا مشوارها. وأنا بقولك ماتيرا لازم ولابد تكون على الباكت ليست بتاعت أي حد بيزور إيطاليا. هي مش مجرد زيارة ولا حتى رحلة، دي تجربة إنسانية وروحانية كاملة هتخليك ترجع بالزمن آلاف السنين، وفي نفس الوقت هتوريك قد إيه البشر قدروا يتأقلموا ويبنوا حياة جوه الحجر. رقم 1، سان جيمينيانو، مدينة الأبراج وأيقونة توسكانا الخالدة. سان جيمينيانو مدينة صغيرة، أو تقدر تقول قرية كبيرة، موجودة فوق تلة عالية وسط مزارع الزيتون والكروم، ومتحوطة بأسوار حجرية تاريخية شاهقة. تاريخها بيرجع لعصر الإتروسكان في القرن الثالث قبل الميلاد، قبل روما نفسها. وفي القرن الخامس الميلادي اتسمت على اسم جيمينيانوس أسقف مدينة، اللي بيقولوا إنه أنقذها من التدمير من جيوش الهون بقيادة أتيلا الهوني، فبنوا له كنيسة واتسمت البلد باسمه. بس الحقيقة إن القصة رمزية أكتر منها تاريخية، لأن جيمينيانوس مات قبل غزو الهون لإيطاليا بأكتر من نص قرن، وأصلا حملة أتيلا الهوني وقفت في شمال إيطاليا وما وصلتش توسكانا. لكن التاريخ الأكيد بقى إن سان جيمينيانو كان فيها زمان 72 برج، حاجة مش طبيعية أبدا لقرية صغيرة في الزمن ده، عشان كده بيسموها منهاتن العصور الوسطى. فكرة الأبراج كانت مرتبطة بالمنطقة بشكل عام، خصوصا في مدنها المشهورة زي فلورنسا وبولونيا، كانت رمز للقوة والحماية. لكن في سان جيمينيانو في القرن ال12 عائلات النبلاء كانوا في صراعات مستمرة، كل عيلة كان لازم تبني برج عالي عشان تستخدمه وقت الهجوم أو كملجأ وحصن دفاعي ضد بعض. أول برج اتعمل كان سنة 1150، وبعدها بدأ سباق الأبراج. الأوضاع كانت استقرت والأبراج بقت رمز للهيبة والثراء. كل عيلة غنية كان لازم تبني برجها أعلى من التانية عشان تبين نفوذها وقوتها، حتى لو البرج فاضي من جوه مش مهم، المهم هو طوله. النهاردة مش فاضل غير 14 برج بس، أشهرهم وأطولهم هو توري جروسا، اتبنى سنة 1311 وارتفاعه 54 متر. في الفترة دي زارها دانتي أليجيري سنة 1300 كسفير لجمهورية فلورنسا، وكتب عنها في كتابه الأشهر الكوميديا الإلهية، واللي فيه هاجم الطبقية والغرور والتفاخر بالثروة في سباق بناء الأبراج. بعد زيارة دانتي، سان جيمينيانو فضلت مزدهرة 48 سنة لحد ما ضربها الطاعون ومات أكتر من نص سكانها، ودي كانت نهاية عصر الأبراج، والبلد فضلت على حالها زي ما هي من ساعتها لحد النهاردة، كأن الطاعون اللي دمرها هو نفسه اللي حفظها من التغيير. أشهر ساحة في المدينة هي بياتسا ديلا شيسترنا، معمولة على شكل مثلث
واتسمت على اسم البير اللي في نصها من القرن ال13. الساحة دي زمان كانت السوق الرئيسي للمدينة ونقطة تجمع التجار والحجاج ما بين روما وفلورنسا. جنبها على طول بيازا ديل دومو اللي فيها كنيسة سانتا ماريا أسونتا اللي بتتسمى مجازا كاتدرائية سان جيمينيانو. جواها جداريات من أوائل عصر النهضة من القرن ال14 بتحكي مشاهد من العهد القديم والجديد. وجنبها بالاتسو كومونالي مبنى البلدية من القرن ال13، جواه متحف وصالة دانتي اللي بتخلد زيارته للمدينة. ورغم انك تقدر تخلص البلد في كام ساعة، بس انا متأكد انك مش هتكون عايز تمشي وتسيبها. سان جيمينيانو هي من نوعية الاماكن اللي هتحس فيها اول ما تروحها بشعور مش مفهوم بيدخل جوه روحك ويمسك قلبك. كل ركن فيها مليان حياة وتاريخ وأصالة، شوارع حجرية، ساحات عتيقة، حواري ضيقة هتلاقيها فجأة بتفتح على منظر بانورامي للتلال الخضراء حوالين المدينة، مطاعم توسكانية زي اللي بتشوفها في المجلات، وريحة الزعفران اللي بيتزرع هنا من قرون عمرها ما هتسيب مناخيرك. وطبعا محلات الجيلاتو، لازم تجرب الجيلاتو من دوندولي، ده واحد من أشهر محلات الجيلاتو في إيطاليا كلها، واخد أكتر من مرة جايزة أفضل جيلاتو في العالم. جرب عنده طعم الزعفران، صدقني مش هتلاقيه في أي حتة تانية. لكن سر البلد الحقيقي اللي محدش بيقول عليه بيظهر بعد غروب الشمس. السياح بيمشوا والشوارع بترجع هادية، والحواري بتكون منورة بفوانيس صفرة، وفي الخلفية الأبراج مرسومة في السماء زي أشباح طويلة بأضواء خافتة وساحرة. من سان جيمينيانو تقدر تروح في نفس اليوم لفولتيرا، مدينة توسكانية رائعة بأسوار تاريخية، كانت واحدة من أهم المدن الإتروسكانية قبل ظهور الإمبراطورية الرومانية. وروح كمان كولي فالديلسا أو تل وادي إلسا، مدينة عتيقة صغيرة، الغريب فيها إنها بقت مصدر ل 15% من إنتاج الكريستال في العالم، عشان كده بيسموها بوهيميا إيطاليا. سان جيمينيانو مش بس تحفة حقيقية بتختصر حلاوة وروح توسكانا نفسها، دي كمان بالنسبة لي أهم وأجمل جوهرة مخفية في إيطاليا. ممكن تسألني ليه مش ماتيرا، مش سيينا، مش البروبيلو؟ هقولك دول فعلا جواهر حقيقية، بس ابتدوا يشتهروا أو بقوا معروفين خلاص. إنما سان جيمينيانو لسه حافظة سرها، مدينة واقفة على تلة خضراء، شايفة الزمن بيعدي من حواليها وهي ثابتة في مكانها، بتتنفس نفس الهواء اللي كان بيتنفسوا التجار والحجاج اللي كانوا بيعدوا عليها من 1500 سنة. فيها السكون اللي يخليك تسمع خطوتك وانت ماشي في حواريها الحجرية، وفيها التفاصيل اللي ما اتغيرتش وهتقنعك انك اول انسان يشوفها بعد ما الزمن وقف. هي مش مجرد مدينة فيها ابراج، دي مدينة هتعلمك حاجات كتير، واولها معنى الارتفاع، مش بس في الحجر ولكن كمان في الاحساس والروح. ودي كانت جولتنا في 10 من اجمل الجواهر المخفية في ايطاليا، اماكن مش دايما هتلاقيها في الكتالوجات السياحية وفلوجات السفر، مليانة قصص واسرار خلتك تعيش ايطاليا بشكل مختلف. قولولي في الكومنتات لو عندكم فرصة تزوروا مكان واحد من ال10 دول تختاروا أنهي واحدة. أهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتتابعني على صفحاتي على فيسبوك وإنستجرام. دي مجرد بداية، ولسه هيكون في فيديوهات تانية كتير قوي، كل الدول اللي رحتها، كل مدينة لوحدها بالتفاصيل والقصص اللي هتعيشها كأنك موجود فيها، أو هتخليك تقوم تحجز تذكرة وتيجي تزورها فورا. تحياتي يا جماعة، أنا ابن يحيى واشوفكم في الفيديو الجاي.